الحلقه ال15 من سلسله جامبل وبس، والحلقه ال15 بعنوان التجاعيد. بتبدا الحلقه وبنشوف انايس وهي بتكشف عند الدكتور علشان بيبقى طالع لها تجاعيد في وشها، والدكتور بيقول لها يا بنت التجاعيد دي بتطلع للناس الكبار في السن بس، واحتمال تكون طالعه لك علشان في حد بيعمل دوشه او ضغط ليك. ولسه ما خلصش كلامه بيلاقي ريتشارد مشفوط في المكنه ومطلع طيبه قلبه بره، والتجاعيد بتزيد في وش انايس، والدكتور بيقول لها لو ده ابوكي فانا عرفت التجاعيد طالعه لك ليه. وريتشارد بيشغل المكنه وكل حاجه في العياده بتتشفط حتى الكاميرا، وبيركبوا العربيه وريتشارد بيكون بياكل والاكل بيقع على الارض بس ما بيعرفش يجيبه، بيقرر ان هو يجيبها وبيفتح الازاز وبيصدرها بره وبتيجي عربيه وبتشوط، وانايس التجاعيد بتزيد في وشها، ونيكول بتقول لها ما تكبرش الموضوع يعني يا بنتي، انت عارفه ان ابوكي غبي حبه او حبتين. وانايس بتقول لهم انا عملت الكتاب ده علشان يحل كل مشاكلكم، وبيبقى ان داروين يتغلب على خوف وجامبل يلاقي حل انه يمسح كل القواضي اللي عليه، وريتشارد ونيكول يقعدوا في مكان لوحدهم ويسيبوا شغلهم، وبيضطروا ان كلهم يوافقوا. وداروين بيروح لقصر مهجور وبيلاقي واحد غامض كده وبيقول له انت جاي هنا ليه؟ وداروين بيقول له والله يا اسطى كنت عاوز اكون شبهكم كده واكون راجل عصابه كبير. والراجل العصابه بيقول له عندك تعرفنا؟ وداروين بيقول له اه مش انت اللي كنت في لعبه الحبار؟ وبيطلعوا يجروا وراه وبيبداوا يعلموه، وفي الاخر بيقول له بعد ما عنت مننا بقى اقتل الكلب ده. وداروين لسه هيقتله بيرمي السلاح وبيقول واه ده طيب قوي، وبيقولوا له طب ازاي؟ وواحد منهم بيقول ده اكيد مش انسان طبيعي ده اله، وبينزلوا يعبدوه. وداروين بيقول حبايبي حبايبي يلا عايزين حاجه وبيمشي، وانايس بتكون شايفاه وبتعرف انه فشل والتجاعيد عندها بتكتر، وبنروح لجنبه وبيروح لبتاعه القواضي وبيقول لها والنبي انا بصرف على عيالي ومش حمل كل القواضي دي. وبتاعه القواضي بتقول له يا ابني ده انت عليك قواضي تكفي 500 سنه لقدام. وجنبه بيغمى عليه والشرطي بيجي وبيقول لها يعني هو اغمى عليه من كتر مصايبه؟ طب ما تسامحيه يا ستي وربنا يكرمك. وبتقول له انتهى بلالي اسامحه ايه ده لو عليا يعني ده انا احبس نفسي بس ما سامحوش. واناس بتكون شايفه اللي بيحصل والتجاعيد بتكتر في وشها، وبنروح لريتشارد ونيكول وبيبقوا قاعدين في بيت لوحدهم، وريتشارد بيقول ياه يعني ما عدتش اروح الشغل تاني. ونيكول بتتعصب وبتقول له احنا نساع على بعض ما انت اصلا ما بتشتغلش. وريتشارد بيقول يعني انت مش معتبره شغلي في البيت وغسل المواعين وده كله مش شغل يا ابله؟ ونيكول بتقول له حوش يا اختي انا اللي بعمل ده كله. بيقعدوا يتشكلوا مع بعض ودي مشاكل عليها مالناش دعوه بيها. واناس بتكون شايفه اللي بيحصل وشها بيسيح من كتر التجاعيد، وبيروحوا العياده وداروين بيقول لها مين اللي عمل فيكي كده بس؟ واناس بتقول له امك. وريتشارد باين بتبقى نيكول زيت منه وباين كده ضربته علقه، وبيقول لها بنت انايس عيب كلام اخوك عدل لا راجل يلا. وجامبل بيقعد يغني وبيفتح كتابها وبينط فيه، وبيبداوا بقى كلهم يغنوا وبيرقصوا وبيصالحوا بعض، وبيركبوا العربيه وبينطوا حته الدين نطه انما ايه في الكتاب توب وفي الحافظ شوب، وبيبقوا نطوا من الشباك. والدكتور بيقول لهم الله يخرب بيتكم كسرتوا الازاز، وبيحضنوا بعض والتجاعيد بتبقى اختفت من وش انايس، وبتقول لهم من هنا وصاعدا ما عدتش هعمل الواجب لجامبل وداروين تاني، وما عدتش هخلي نيكول تهدى وما تضربش حد، وما عدتش مخليه ريتشارد ياكل الاكل الفاسد، وكلهم وشهم بيجي في تجاعيد.